معاك 24 ساعة، انت مع نفسك 24 ساعة. كلمتين. يلا بينا. نفسك. ازاي تتحول من شخص حاسس ان الدنيا قافله في وشه ومفيش حاجه ماشيه مع صاحبه؟ خلي هدفك النهارده انك تسمع وتتعلم، لانك ما انتش بعيد عن النجاح. صح، الانسان مليان اهداف وطموح وبيعرف يحقق احلامه كويس. كل المطلوب انك تاخد اول خطوه، وأنا هنا علشان أساعدك. 3 أيام هي فكرة، 3 أسابيع هي محاولة، 3 أشهر هي عادة، 3 سنين هي مهارة. للأسف الكلام ده صح لأغلب الناس. في ناس ما بيتحركوا إلا لما يكونوا مضغوطين، لما يكون في مشكلة، والمشكلة في الطريقة دي إنه بتخليك ما تشوف الفرص اللي حواليك. أنت حتى بعد ما تطلع من المشكلة حتوقف سعي إلى أن تجيك مشكلة تانية، فتضطر تبدأ تطلع منها وحتفضل في الدوامة دي. وللأسف أغلبية الناس كده، وعلى الأغلب أنت كده. وفي نفس الوقت في فئة ثانية من الناس أنا عايزك تكون منهم. الفئة دي دائما عندهم طموح عالي، اللي بيحركهم إن هم دائما عايزين يكونوا أحسن، وكل يوم بيصحوا عايزين يجيبوا أفضل ما في هذا اليوم. بالنسبة لي الفرق بين الناس دي والناس دي، الناس دي عايشين الحياة أحياء، والفئة الثانية أموات. والله العظيم لا طعم لهذه الحياة إذا ما فيها طموح عالي، وأنت بتصحى كل يوم يلا خلينا نشوف كيف حنوصل. فعشان تكون من الفئة دي أنت محتاج يكون عندك جرأة إنه طموحاتك تكون أكبر بكثير من الوضع اللي أنت فيه الآن. والحاجة دي مش كل الناس بيقدروا عليها، قليل من الناس اللي بيقدروا يكونوا في هذه المرحلة. أنا موجود مبسوط باللي أنا فيه، بس عندي طموح عالي جدا. والله العظيم هنا بس حتتذوق طعم الحياة. ركز معايا وخلي إيمانك بنفسك أقوى من أي حاجة إنك تانية. تكون غني صعب، وإنك ما يكونش معاك فلوس برضه صعب. أنت اللي محتاج تختار هتمشي في أنهي سكة، والاتنين صعبين. إنك تنجح صعب، وإنك تبقى فاشل صعب. أنت اللي هتحدد أنه صعب بالنسبة لك هتمشي فيه. أكبر تحدي مع نفسك إنك تطلع بره منطقة الارتياح دي. معظم الناس بتيجي تدور على أنجح إزاي، بس للأسف الأهم من إنك تنجح إزاي، أنت عاوز تنجح ليه. في ناس كتيرة هنا من دوامة الحياة نسي هو عاوز يعمل إيه. لازم تبقى عارف كويس قوي أنت عاوز إيه. يا عم إنسان بلا هدف، إنسان بلا هوية. هي دي القصة. أنت عايش بتعمل إيه؟ Don't wake up in the morning and not know what you have to do. Have a checklist. So you don't have to spend energy thinking, what am I supposed to do today? You already know, you planned it yesterday. Now you can just get into action. Because if you're sitting there, oh, what should I do? Okay, maybe I should do this right now, or maybe I should do that right now. Now you're having decision fatigue about what you're going to do, and you may not even do anything. You may waste time. Have a direction for your day. Have a structure for your week. انت ما حققت ولا انجزت ولا عملت شيء لهلا، فحاسس حالك محبط لانك ما حققت شيء، حاسس حالك في مكانك مع كل الجهد اللي انت عم تعمله. في بعضنا هيك، بس حابب اذكرك انه في كل محاوله انت عم تاخذ خطوه، انت عم تتقدم، لانه لو ما نجحت فيها بتكون تعلمت كيف تنجح المره الجايه. استمر يا صديقي، واعرف انه الاشي الوحيد اللي ممكن يخليك توصل للاشي اللي بدك اياه هو عملك وسعيك. وشتان الفرق من الناس اللي بتحكي وبتحلم والناس اللي بتعمل وبتستمر. استمر يا صديقي. عليك أن تتخلص من الماضي. إذا مريت بإساءة، عنف أسري، خداع، ألم، خيانة صديق، غفري وانسي حتى تعيش الآن، اللحظة، المومنت. اليوم اعتبره جيتي هاي يوم غفران إلك، يوم أنت تغفر للآخرين. حط إيدك على قلبك وانسى حرامات. حيمر العمر وأنت عايشة باسم ما تقدرين تغفرين. الله يدعو للغفران. مو خاطرة خاطرنا اليوم. اغفر. اليوم يوم حرية، اليوم يوم عطر، اليوم يوم غلبة، اليوم يوم نصرة، اليوم يوم بركة إلهية تسكب عليك على قلبك، تعطيك شفاء، تعطيك راحة، تعطيك حرية، تعطيك كسر بقيود الماضي وآلام وأوجاع، وتعيش الآن وتستمتع بالآن. ايش قد عظيم.
Always start with agreement. Even if a person across the table from you says, I think your idea is stupid and it will never work, you can start with, you know what, you're not wrong. I've had bad ideas before, actually plenty of them, and I'm probably going to have more. But when it comes to this idea, I would love to get your input so we can figure out what about this idea will work versus what won't. And that's why I need your expertise. Once we figure that out, we can move forward together. So what we are doing here is not to make the other person wrong. Because the minute you say, I don't agree, I disagree, we are creating a distance between ourselves and the person we are trying to influence. Therefore, always start with agreement. وين ما كنت معتمدة على شغلة واحدة. خطوة صغيرة، ما تفكرش تعمل مشروع كبير، ما تفكرش تعمل حاجة كبيرة، قسم حلمك لخطوات صغيرة علشان كل خطوة صغيرة هتساعدك انك توصل للخطوة اللي بعدها، وكمان لو عملت خطوة كبيرة ممكن تبقى صعب انك تحققها، فخلي كل اهدافك واحلامك خطوات صغيرة. 40 دقيقة من خلال ما عندنا امتحان، نحس ل 40 دقيقة والمدرس كلش طويلة. زين. صار عندنا امتحان 40 دقيقة ما نحس فيها ابد وين راحت. مفهوم قائمة عليه شركات التسويق اللي هو يسموه الديدلاين. جابوا اخصائيين نفسيين قالوا شلون نحث المشتري يصرف. شو اقول له؟ نهاية الموسم، العرض الأخير، تبقى 3 أيام. أنت شو يصير؟ خليني اشتري. لازم خلص الوقت. مؤسسة أو وزارة تسوي مؤتمر بعد شهر، أول 3 أسابيع شلون هالناس؟ يلا جيبوا الفلكسات. آخر أسبوع شو يصير؟ الفلكس، خبرت العريف، من راح يجيب؟ الصوتيات منو؟ من تحط بدماغك خط نهاية إنه أنا الامتحان عندي 40 دقيقة حل 5 أسئلة، حطيت أهمية مو مثل الساعة مال المحاضرة عادي أقراها بعدين باليومي بالشهري الله كريم بالمراجعة، بس من حطيت اكو خط نهاية زاد انتاجي. فاي شيء تريد تزيد اهميته عندك وتلحق عاطفيا ولا مستمتع بيه حط له خط نهاية. النجاح عملية مستمرة، النجاح طريق بتمشي فيه، مفيش حاجة اسمها انت ناجح، في حاجة اسمها انت حققت جزء من النجاح ولسه مكمل. فاللي عايز تعرفه لك وعايزك تتأكد منه ان النجاح عملية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة معينة. 2 رجالة كانوا بيسألوا الناس يعني شحاتين، فالاثنين رجالة دولت كان ربنا يعني واخد منهم نعمة البصر. المهم عرفوا ان ام جعفر زبيدة العباسية دي ست خيرة وكريمة جدا، فراحوا جلسوا جنب القصر بتاعها، وواحد فيهم كان بيدعي ويقول اللهم ارزقني من فضلك، والتاني كان بيقول اللهم ارزقني من فضل ام جعفر زبيدة العباسية. فام جعفر زبيدة العباسية وصل لها الكلام وسمعت، فقررت انها تبعت للراجل اللي بيقول اللهم ارزقني من فضلك 2 درهم فضة، وتبعت للراجل اللي بيقول اللهم ارزقني من فضل ام جعفر زبيدة العباسية دجاجة جواها 10 دنانير ذهب. فالراجل اللي بياخد الدجاجة كل يوم يقول للراجل اللي معاه 2 درهم تاخد الدجاجة وجيب 2 درهم، فكان بيشتري منه الدجاجة ب2 درهم. بعد 10 ايام ام جعفر جت عليهم وعدت وقالت للراجل اللي كان بيقول اللهم ارزقني من فضل ام جعفر ألم يغنيك الله من فضلنا؟ فقال لها لا، فضلنا ايه؟ انت اديتهولي كل يوم دجاجة وكنت ببيعها لصاحبي ده ب2 درهم اللي معاه. فقالت هذا سألنا من فضلنا فحرمه الله، وذاك سأل الله من فضله فرزقه الله. خلي دايما معلوماتكم ومعرفتكم ان ربنا هو اللي بيرزق، وان احنا كلنا ما الا اسباب ممكن نساعد الناس، لكن ربنا هو اللي بيرزقنا جميعا. عشان كده لو سألت اسأل الله من فضله، لو عايز اي حاجة في الدنيا اسأل ربنا وما تنتظرش حاجة من البني ادمين. متوتر مضغوط ما إلك خلق دايما هيك محس حالك مش على بعضك. كثير من الناس هيك لأنه يا عايش في الماضي وندمان عليه وحزنان عليه، يا عايش في المستقبل وخايف منه. انت اليوم عم بتعيش، واذا بدك تعيش بالمستقبل تخيل المستقبل الجميل، تخيل المستقبل اللي انت فخور فيه قدام ربك، تخيل المستقبل اللي انت بدك تبنيه اللي حتكون فيه فخور بكثير شغلات. ولو اشي كتير
سيء انت مريت فيه لورا، يا اخي خده كحكمه كدرس كثير كبير لإلك، واشكر ربك على هذا الدرس، لانه في ناس ما اخذت دروس زي هاي بحياتها، وانت بهذه الدروس صرت احكم واحسن واعلم. وانتوا ليه مستسهلين ان ابوك خدك شغلك معاه؟ يا جماعه اي شاب بيتخرج في بدايه حياته بيدفع الدم وبيلف وكعوب رجليه بتتنحل عشان يلاقي فرصه عمل اصلا. مجرد ان سعادتك كنت لسه في الكليه وابوك بياخدك معاه الشغل وبيديك مرتب، دي نعمه غيرك ما طلهاش. اسال الناس اللي جابتها من على الرصيف من على الاسفلت، اللي هو يا دوبك ابوه علمه بس، ويمكن في بعضهم كمان هو اللي كان بيشتغل عشان يعلم نفسه. فحضراتكم فوقوا من الغيبوبه وما تحسسونيش ان انت فكر في دي. كل عظماء العالم بدأوا من الصفر. القرار اللي هتاخده النهارده بداية رحلة نجاح. ما تستناش الظروف تتغير، غير انت نفسك، لانك تستاهل تشوف نفسك في افضل صورة ممكنة.